بس خلوا التكييف ناحيتنا شوية عشان أنا ماشي الحال، ماشي الحال. مساء الخير يا أساتذة. والله أنا كنت كاتب النقاط بتاعت المحاضرة ونزلت الصبح قعدت في كافيه كده جنب الفندق وسلسلتهم، وبعدين دلوقتي ببص نسيتهم في الفندق. فاحنا وحظنا يعني هتبقى ستكون، نتكلم بقى بلغة فصيحة، ستكون المحاضرة بحسب التعبير الصوفي على الفتح، يعني ما سيأتي. فبالتالي يعني إن يعني جاءت هفوة أو شيء فيبقى ما المحبة تستر زي ما بيقولوا الصعايدة في مصر. كالمعتاد قبل الحديث عن أي موضوع لا بد أن نتوقف عن مفرداته لضبط دلالتها، ثم نخوض في الأمر بعدما نستوضح المعالم والحدود الدلالية لهذه اللفظة أو تلك. ولدينا هنا ثلاث مفردات: الحكم، الحكماء، الحكام. وسوف نرى من خلال المحاضرة ما هو معنى الحكم على الحكماء والحكام، ولكن نقول أولا أن الحاكم لفظ عام لكل ذي مسؤولية أيا ما كان اسمه المتداول أو شكل منصبه أو حتى درجة هذا المنصب. فالإمبراطور حاكم، والشاهنشاه حاكم، والملك والرئيس والمدير، وحتى هنا عندكم في المغرب مناصب كده الجهة، كل من يتولى مسؤولية مؤسسة، منطقة، جماعة، دول، فهو حاكم، بصرف النظر عن اختلاف الدلالات الخاصة بهذا الحاكم أو ذاك. لأن من مظاهر الخواء الفكري في مجتمعنا المعاصر أن يشتبك الناس حول قضايا لا محتوى حقيقي لها. فيقول أحدهم مثلا: نطالب بعودة الخلافة. فنسأله: يعني هل تريد أن تعود بلادنا حاشا المغرب إلى سلطان العثمانيين مثلا؟ هو ده آخر خليفة. يقول لها: الخلافة الإسلامية. فنسأله: هل تقصد مثلا نظام حكم يزيد بن معاوية الذي أمر فنصبت له خيمة الشراب فوق الكعبة؟ هنا يقول: أنت عندك نزعة شيعية. لماذا؟ لأنك تهاجم يزيد بن معاوية لتهاجم معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية بن أبي سفيان اقتنص الخلافة. كما لو كان الخلافة لفظ يفعل بذاته، فنسعى لتفهيمه أن المسلمين اصطلحوا على أن من يتولى بعد النبي هو خليفته، ثم خليفة الخليفة، ثم أطلقوا الأمر وقالوا خليفة المسلمين. هذا كل ما في الأمر. ولكن من حيث انطباق الدلالة فلا فرق إطلاقا بين الخليفة والشاهنشاه أو الإمبراطور أو الباب العالي أو. فبالتالي النزاع، وأنتم تعلمون، كثير منكم يعلم
أن منذ 90 عاما حدثت مآس في مصر، لأن أحدهم تجرأ وانتقد فكرة الخلافة الإسلامية وثار ضده الأزهر، وكان ما كان مما يحسن أن نطويه ولا ننشره. والخلاف أصلا فارغ المحتوى. طيب، الخليفة والأمير والمدير ومسؤول الجهة وكل هؤلاء حكام. طيب، من هم الحكماء؟ الحكمة هي نقيض البدائية. قد نظن أن الحكمة هي نقيض الجهل. ما شاء الله، صباح الصباح. والله يعني هي دي واضح انها رنة تليفون حد مواظب على صلاة الفجر، بس اعتقد مع الوقت ان كل الصلوات فجر. طيب، كنا بنقول ايه؟ انا فقدت النقاط خلاص، فانتوا تساعدوني بقى. ماشي، انا عارف طبعا. العلم والعالم نقيضه او مقابله هو الجهل والجاهل. اما الحكيم فهو نقيض الجهول. وهنا فارق دقيق بين الجهل والجهالة. الجهل هو عدم العلم بالشيء، أما الجهالة فهي أخلاق عنيفة، ومنها جاءت مفردة الجاهلية. ولذلك قال النبي لأبي ذر الغفاري: أنت امرئ فيك جاهلية، يعني فيك بعض الآثار العنيفة من زمن ما قبل الإسلام، وليس بمعنى الجاهلية يعني نقيض الإسلام. وفي الواقعة المشهورة المعروفة في السيرة النبوية بحديث الذبح، عندما قال النبي لكفار قريش ومن بينهم عمه: يا معشر قريش، جئتكم بالذبح. فقال له عمه: يا محمد، ما كنت جهولا. قال: وأنت منهم. ما يعنيني هنا هو قوله ما كنت جهولا، يعني ليس من عادتك أن تحتد وتكون منفعل. فما هو مقابل ونقيض الحكمة؟ هو الجهالة والعنف والجاهلية بالمعنى الذي أوضحناه. هذه الكلمة الوسطى. الكلمة الأولى الحكم. الحكم طبعا كما لا يخفى عليكم يختلف عن المحاكمة. فالمحاكمة فعل يقتضي إحضار متهم بشيء ثم الدفاع عنه وسرد نقائده أو ذنوبه. ونحن لا نملك محاكمة الحكام ولا الحكماء، لأن زمانهم يعني انقضى أو مكانهم بعيد، هم ليسوا في أيدينا لنحاكمهم، ولكن يمكن أن نحكم عليهم. لماذا نحكم عليهم؟ سرت في ثقافتنا العربية المعاصرة مفاهيم تعبر عنها مفردات مثل: اذكروا محاسن موتاكم، ولها زيادة: وكفوا عن نقائصهم.
وإن احتج أحدهم بهذا الحديث فقلنا له أنه حديث ضعيف فلا عبرة باعتراضنا. من التكرار، أو يحدث ما أسميه الاشتهار بالتكرار. فإذا ذكرت السابقين لتصدر حكما عليهم، قال لك أحدهم اذكروا محاسن موتاكم، وقال آخر تلك أمة قد خلت، وهي آية قرآنية طبعا. أو يقول فلان له ما له وعليه ما عليه، كأن ذلك يعني إيذان بغلق هذه له ما له وعليه ما عليه. فكلما ذكر حاكم بالذات وتحسب الناس لإبداء الرأي فيه قطع عليهم الطريق قائل هذه العبارة فلان له ما له وعليه ما عليه. يعني طب ما خطورة ذلك؟ يعني ما ليكن، لماذا يعني ما هو الداعي وما هي الحاجة للحكم؟ ننظر أولا في ما هو الحكم. الحكم أن نقرر شيئا سلبا أو إيجابا، مع أو ضد، تقرير بصدد واقعة. والأصوليون التقطوا عبارة وتداولوها في تراثنا وفي زماننا المعاصر، تقول الحكم على الشيء فرع من تصوره. يعني أنت تتصور الواقعة، وهذا التصور هو الأساس الذي ينطلق منه حكمك عليها. طبعا العبارة تحتاج لشيء من المراجعة، لأنه الحكم على الشيء ليس فرعا من تصوره فقط. مثلا في قصيدة نزار قباني يداعب حبيبته بقوله لها أأعجبك الشاي، إلى آخر القصيدة، هل ترغبين ببعض الحليب، إلى آخره. هنا سوف تحكم هي بأنه جيد أو رديء بناء على ماذا؟ على الحساسية، الذوق. فالحكم على الشيء حتى في حياتنا اليومية، ما رأيك في هذه الأكلة؟ جميلة، رديئة، طيبة، بناء على ذوقها. ما رأيك في فلان؟ لطيف، طيب، بناء على ما يسمى بالديتا أو المادة المعرفية التي جلبها إليك الحس أو القياس العقلي. فالحكم على الشيء فرع لإدراكه، والإدراك فيه ما هو حسي بالحواس الخمس، وفيه ما هو عقلي. فنحن نعرف مثلا أن الخير أفضل من الشر، مع أن هناك وقائع كثيرة الشر هو الذي ينتصر مثلا، ولكن العقل يقول إذا تم تعميم هذا المبدأ تخرب الحياة. فيصبح هنا الإدراك ليس إدراكا تجريبيا إمبريقيا تطبيقيا، ولكن إدراكا عقليا، مثلما هو الحال في الرياضيات مثلا. فنحن في الرياضيات لا نعتمد على الصدق الطبيعي ولكن على الاتساق. فبالتالي الأحكام
القائمة على الإدراك تشمل الإدراك الحسي والإدراك العقلي أيضا. ولكي نحكم على الحكام والحكماء لا بد من إدراكهم، وإلا وصلنا إلى الحالة التي يسميها فلاسفة الفينومينولوجيا الوضع ما بين القوسين. يعني أنا أريد أن أحكم. لماذا؟ لأن هذا يربي النزعة النقدية، هذا يجعل هناك تراكم للإدراكات وتجنب الزلات وتمجيد الأعمال العظيمة. وهضرب أمثلة تطبيقية على كلامي ده. ولكن المهم الآن هو أن هذا الحكم النابع عن الإدراك لا بد له من معرفة، فإن لم تكن هذه المعرفة كافية وضعنا الحاكم أو الحكيم هذا الذي لم تتوفر عنه معلومات كافية وإدراكات دقيقة لكي نحكم عليه، هنا نتوقف ونضعه بين قوسين إلى إشعار آخر قد يكون اكتشاف المزيد عنه أو ضبط الرواية التاريخية إن كان من مثلا شخصية طارق بن زياد. كلنا في مناهجنا الدراسية الأولى أيام كان كما قيل يعني قديما بواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش، فراهنت الحكومات على دمغ عقول المحكومين بصيغ معينة، بعضها القليل بريء والغالبية غير بريئة. هذا ليس اتهاما عاما، ولكن الدلائل تقول. كلنا درسنا أن طارق بن زياد جاء مع أو ساعد وهو أمازيغي أو بلغة القدماء بربري، وساهم أو شارك بالنصف في فتح جزيرة أيبيريا، والقصة كلها معروفة. فإذا نظرنا إلى اسمه وجدناه طارق، وهذا وارد أنه يكون يعني أمازيغي غير مسلم ثم دخل الإسلام، ولا تعارض بين الانتماء العرقي والعقيدة الدينية، فاتخذ لنفسه اسم طارق. طيب ماذا عن أبيه زياد؟ هو لم يشهد الإسلام ولا عرف الثقافة العربية. يعني مدام الرجل أمازيغيا فبالتالي لا معنى أن يكون أبوه اسمه زياد. الأخطر من هذا هو اللقب الليثي، وهذا في كل المصادر. طيب يعني جت منين الليث دي؟ فهو طارق ابن زياد. طيب هنا نبدأ يعني ننتبه، ولكن لم نتوقف بعد حتى تأتينا الخطبة التي درسناها أيضا في المدارس. أنا النهارده الصبح كنت أراجعها وسأقرأ منها عليكم وأظنكم درستوها في المدارس يعني مثلنا. هذا الكلام لا أظن من واقع خبرتي بالتراث العربي أن يقال قبل الجاحظ. هذه المتانة اللغوية وهذا السبك يا سلام، هتخش الجنة إن شاء الله. عشان اسمه طارق فلأني بتكلم عن طارق. ماشي. شوفوا بالله عليكم، يعني ازاي واحد في القرن الأول الهجري الأول وأول امبارح كان أمازيغي، وأكيد كان بيحارب مع دهية اللي هنتكلم عنها بعد شوية، وبعدين أسلم. طيب ماشي،
بيكلم مين؟ مش بيكلم قبيلة غطفان ولا تغلب ولا بكر بن وائل، لا ده بيكلم أمازيغ بالعربي. فبيقول لهم شوفوا الجمال. استنوا، أنا عجبني التزوير البديع. أيها الناس، أين المفر؟ البحر من خلفكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. فيجي المدرس يشرح لنا بقى، يقول لنا أصله طارق ابن زياد بعد ما عدى مضيق أعمدة هرقل، ده جبل طارق ده اللي اتسمى باسمه، حرق المراكب وقال لهم انتوا حرين. طب ده معنى كده انه كان متخلف ذهنيا. طبعا اي قائد عسكري يقطع على نفسه طريق العودة لا يستحق اصلا انه يلحق يعني ده كم من الهزائم التي عرفها الجيوش عبر التاريخ لانقطاع طريق الامدادات عنها، فما بالك بطريق الارتداد. والحرب كر وفر. ثم أن هذه السفن لم تكن مثل يعني ملك طارق هذا ولا المسلمين. ده الكونت يوليان كان عنده مشاكل مع اللي سموه العرب لوزريق، روجريدس بقى، شوف كان بيطرق ازاي بالاسباني، بس العرب سموه لزريق الرسم بتاعه. فعرض ان يساعدهم انتقاما من الملك. طيب قصة مشهورة عشان اغتصب بنته وكده، وكان مقيم هنا في الجانب المغربي مش الاسباني الحالي. فأتاح اسطوله التجاري لينقل الغزاة او الفاتحين الى اسبانيا. فكيف يعني يمكن قبول انه حرق المراكب؟ ازاي يعني ده يبقى خطأ عسكري استراتيجي، ويبقى نوع من النهب لأموال الناس اللي هي متحالفة معاه، والقصة كلها غير منطقية مثل بقية هذه الخطبة. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة، قال يعني الراجل دارس جغرافيا بقى، وده يعني كلوديوس بطليموس اللي قبله في اسكندرية من 1500 سنة ما قالش ان ايبيريا دي جزيرة. جزيرة ايه؟ احنا دلوقتي بنقول شبه جزيرة ايبيريا، بس انا مش شايفها حتى شبه جزيرة، لان دي يعني المهم بس خلاص جرت على انها جزيرة الاندلس. وطبعا كتب مؤرخون كثيرون على أن المغرب والجزيرة في عناوين كتبهم تعني المغرب والأندلس أو إسبانيا الحالية. هو يستعمل لفظ جزيرة، وهذا لا يجوز أيضا في هذا الوقت. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. لا بقى ده امرؤ القيس اللي بيتكلم فعلا. ايه الاتقان العالي ده في الصياغه، او ما يسميه عبد القاهر الجرجاني دقه السبك وصياغه العباره. وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه واسلحته واقواته موفوره، وانتم لا وزر لكم، يعني ما فيش دعم الا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. فلو حد تاني غير مسلم وغير عربي، حتى الأطفال يعني لو درسوا يقول لك دي ناس داخلة تنهب بقى، يعني احنا ما عندناش مؤن ولا ذخيرة ولا بتاع، احنا داخلين اللي هناخده هناكله. وإن امتدت
بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية اللي هو رودريغوس ده ولا لوزريق ولا أي مكان اسمه. طب يا جماعة، يعني قد نقبل إن الخطبة دي تجاوزا يقولها مثلا عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه في سيرة عمرو بن العاص إشارات كتيرة على إنه بليغ قوي كان، وكان حتى عمر بن الخطاب الخليفة لما يشوف واحد متخبل في كلامه كده يقول سبحان الله، من خلق هذا خلق عمرو بن العاص. وحين ننظر في الرسائل المتبادلة بين عمرو بن العاص وأهل زمانه نجد هناك ولكن هذا قرشي من قلب جزيرة العرب، فيجوز إن نسبت له مثل هذه الخطبة أن نقبلها. ولكن الأمازيغي إلى آخر طبعا النص، يعني لا أريد أن أبدل الوقت مع أنه نص يدين قائله. شوف، وقد بلغكم ما بهذه الجزيرة من الحور الحسان. ما قالش بقى هنا نشر دين الله ولا بتاع. الحور الحسان دول، ومفهوم الحور ده مفهوم متأخر على فكرة، لأن الحور والحور والبتاع هو البياض الشديد، يعني في ناس كتير خاضت في، وكلمة حوريات مش معناها ستات حلوة بيضة، يعني لا، دي ثمار بيضاء إلى آخره. إنما هنا لا، هو بيحسم ما بهذه الجزيرة من الحور الحسان بنات اليونان. إيه اللي جاب أولا اللي كان بيسكن اللي هو مسميها الجزيرة أو منطقة أيبيريا أو الأندلس وما فوقها، ده كان جماعتين كبار، القوط والوندال، ودول يعني تاريخهم ممتد يمكن 1000 سنة قبل الفتح أو الغزو أو العبور بتاع الجيش الإسلامي. فالقوط والوندال، الروم اللي هم ورثة اليونان القديمة المعدلين كانوا يسموهم البرابرة، ويسموا سكان أفريقيا من الأمازيغ البربر. فإيه اللي جاب اليونان هنا؟ ولكن في منطقة المشرق العربي كان هناك فكرة إن المرأة الجميل طبعا مختلفة، عينيها زرقاء وشعرها أصفر، فهي من بنات اليونان. فمن أين انسرب هذا المفهوم إلى المغرب الأقصى ليمني طارق بن زياد المزعوم هذا؟ يعني لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لأن بعض الباحثين شككوا أصلا في وجوده وفي الوقائع المروية عنه، وأشهرهم طبعا الواقعة إن موسى بن النصير بعد ما دخلوا قال له اقسم الجيش نصين وكل واحد يجي من ناحية، فهو اتأخر
عثمان بن عفان مجددا إلى عمرو بن العاص، وفتح مصر فتحا ثانيا لأن اسكندرية هي العاصمة، فعزل. طب خالد بن الوليد فتح العراق، وعقب فتح العراق عزل. يعني في تاريخنا الحديث أيضا في حرب أكتوبر حدث ما يشبه ذلك بدون الخوض في التفاصيل. هذه نزعة للسلطة الغشوم أنه إذا حقق أحدهم انتصارات باهرة خشي الحاكم من افتتان الناس بهذا الفارس الفاتح فيعزله. يقول ابن النفيس في كتاب له في أصول علم الحديث عن ما هي دلائل صدق الأخبار ودلائل الكذب فيها، فيقول: من دلائل صدق الخبر أن تحتف به قرائن كثيرة مؤيدة. يعني عندما أقرأ في فتوح البلدان للبلازوري أو لأي مؤرخ من المبكرين هذه الواقعة عن موسى بن النصير، أجد وقائع تحتف بها في نفس المحيطة بها، يعني مؤيدة لها. ثم أنه الرجل مات يعني وهو معروف بين الناس، وابنه قتل في دمشق. أين طارق بن زياد الليثي؟ ما فيش. هنا لا يجب أن نحكم بشيء على هذه الشخصية التاريخية، وإنما نضعها بين القوسين، سواء كان حاكما أو حكيما. فمثلا إذا بحثنا عن الغازي حاليا حتى في التليفونات التي بين أصابعكم ستجد معظم المواد عن أبو بكر محمد بن زكريا الغازي الطبيب المتوفى 311 أو 313 على اختلاف. حتى احنا مش عارفين هو مات سنة كام بالظبط، لأنه مات منزوي. الحاكم كان ضربه بكتبه على رأسه فنزل الماء في عينيه وانزوى ومات، اللي هو حرك الطب الإنساني كله. هنا الحكيم، لأنه إيه أهمية الغازي؟ كان الطب السابق على ظهور الغازي في الري ونسب إليها يتنازعه خطان. انت اسمك ايه؟ محمد. انا قلت اسمه الغازي فجاب لي الميه زي طارق ما جاب لي. احطها هنا. طب وكيف حدثت ان انا عطشان؟ ان شاء الله. كان هناك في الطب اتجاهان: اتجاه الكلام في النظرية الطبية، واتجاه لممارسة الخبرة السريرية أو ما يسمى اصطلاحا الإكلينيكية. ظل هذا التيار وذاك من أيام أبوقراط أول من كتب الطب، ومرورا بجالينوس الطبيب الشهير، حتى عصر الغازي انحسم الخلاف حول هذه النقطة. طب يعني علاج تطبيقي سريري إكلينيكي
مفيش هنا مجال للتصورات عن الأسطقسات الأربعة والطبائع الأربعة والأمزجة الأربعة وكلام نظري، لا. علشان كده في دراسة ليا عن ابن رشد، وهم يقولوا انتوا عارفين بقى المغاربة انتوا يعني بتحبوا ابن رشد قوي اكتر مننا، لا واحنا بنحبه برضه. قلت ان كتابته في الطب لا قيمة لها. الطبيب المبدع عندكم هو ابن زهر في الجزء المغربي الأندلسي ده، لأنه ابن زهر قاعد بيعالج إنما التاني بيتصور إن الأسطقسات اللي هي العناصر الأربعة بتعمل طبائع أربعة والتوازن بينها، كلام نظري. مفيش كده في الطب بعد الرازي. يعني أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي حول دفة علم كامل هو الطب. كيف نحكم عليه؟ طبعا أهل زمانه حكموا عليه أحكام قاسية، إن لقوا له رسالة في القول بالقدماء الخمسة. دي قصة كده طويلة، لو عايزين في الأسئلة نبقى نتعرض لها يعني. إنما عوقب حاجة ملهاش دعوة بالعلم بأن ضرب بكتابه هذا على رأسه حتى نزل الماء في عينيه، كتركته الحاجات دي وانزوى ومات في الظل. إنما بعده ب100 سنة هيسطع العلم في مجال الطب بشدة على يد حكيم آخر هو أبو علي بن سينا، اللي أيضا إذا عملنا سيرش أو بحث عنه في الإنترنت هتلاقوا أكتر قضية مشغولين بيها: هل كان ملحد؟ هل كان ابن سينا يشرب الخمر؟ هل كان متدينا؟ هل كان، وينسوا الإبداع. أنا أشهد إنه ابن سينا ده واحد من عباقرة الإنسانية، وأنا كتير في الندوات وكتبت عنه رواية كمان، وكتير يعني بستعيد أو بستدعي عباراته عشان أعيد طرحها وأبين كيف كان هذا الرجل يفكر. طيب، قلنا واحنا بنتكلم عن حكماء اهو الرازي، وبعد 100 سنة ابن سينا. طبعا في آخرين، كل دول في المنطقة أو في الدائرة الخاصة بالحكمة. كيف نحكم عليهم؟ بأثرهم في الإنسانية، بالأثر الدائم من بعدهم دواما مديدا. هؤلاء المؤثرين إيجابا في صناعة حضارة الإنسان، لأنه ما هو ابن سينا ده ترجم للاتيني بقى. أولا كلامه ده انتشر في أنحاء الأرض، وأنا ذكرت كذا مرة أننا في جامعة سيينا في إيطاليا كان هناك معرض للكتب تسمى اصطلاحا انكونابولا، أو اللي هي أوائل المطبوعات، الكتب الضخمة دي. ورأيت ابن سينا القانون في الطب مترجم إلى اللاتينية سنة 1575، وأبوقراط وجالينوس 1592. يعني بدأوا بابن سينا. أمثال هؤلاء ويدخل معهم يعني جمع غفير من الحكماء الذين أسهموا في الهندسة، مثل ابن الهيثم مثلا، هو عبقري. البيروني بحر زاخر، حتى ان سخاوي المستشرق الألماني نشر له بعض كتبه، يعني له عبارة كده انه أبو الريحان البيروني هو أعظم عقلية أنجبتها الإنسانية. طبعا هو متحمس زيادة يعني، إنما
هذا لا يلغي أن البيروني كان عبقريا. هذا الرجل، كلمة بيروني تعني في لغة خوارزم منطقة شرق العالم الإسلامي آنذاك، تعني البراني أو الذي ليس من هنا أو ليس منا. لماذا؟ نكتشف ونحن نبحث في تفاصيل حياته أن البيروني كان ابنا غالبا غير شرعي، وأكيدا لم يعرف أباه، لأن بنعرف من حكايته عن نفسه أنه أحد الشعراء امتدح جده فسخر منه البيروني بقوله: أنا لا أعرف أبي فكيف سأعرف جدي. هل نحكم على البيروني وفقا لذلك؟ هذا لا يعنينا. طيب، البيروني وابن سينا كان بينهما رسائل بديعة، وكان ابن سينا هو أصغر من البيروني ب7 سنوات، ولكن كان صاحب فضل عليه، وهو من أسرة يعني مش ملكية ولا حاجة، إنما ناس حالهم يعني ميسور. وساعد البيروني، وذكره أبو الريحان البيروني في كتاب الآثار الباقية في مقدمته قائلا: وذلك ما نبهني إليه الشاب النابه أبو علي بن سينا. ثم اختلف، وقضية الاختلاف غريبة جدا. الكلام ده من 1000 سنة. ابن سينا متوفى 428 والبيروني متوفى 441. هل هناك إمكانية لوجود حياة أخرى على كوكب آخر غير الأرض؟ فابن سينا بيقول لا، الظروف اللي اجتمعت لاستمرار الحياة في الأرض يصعب. البيروني بيقول له لا، ما هو المجرات كتيرة، وبعدين انت يا ابن سينا متأثر قوي بأرسطو، فابن سينا وراح عايد عليه الأسئلة. فابن سينا بعت له قال له: يا أبو الريحان أنا مش فاضي بقى. كان ساعتها ابن سينا وزير، وكان البيروني بيزور أمه، لأن هي كل عيلته يعني في خوارزم أو في أطراف خوارزم، المنطقة الشاسعة دي، والمراسلات سارية بينهم. حتى كان ابن سينا فيما روى هو عن نفسه يعني، أو روى تلميذه عنه، كان لما يجي رسالة من البيروني مع الركابيين اللي هم كانوا بينقلوا زيت الزيتون ده، كان في زي خط بريد كده مستمر، فيديله الرسالة فيقول له: انت ماشي امتى؟ يقول له: بكرة. راجع يعني. يقول له: طيب قبل ما تمشي انا هدي لك الرد. ففي اخر مرة ابن سينا قال له: ابو الريحان انا مش فاضي بقى للكلام ده، انا جاوبتك وخلاص. فزعل البيروني وراح قايل عبارة بلغت ابن سينا واثرت فيه جدا، بس ما ردش عليها يعني. قال ده البيروني: ابن سينا لا يوثق بعلمه. هل نحكم على البيروني وفقا لهذا الخلاف الشخصي بينه وبين أبو علي بن سينا؟ لا، نحكم على البيروني بوصفه هو أول شخص تجاوز مسألة هل الأرض مسطحة ولا كروية. يعني لم يجد داعيا أصلا لمناقشة هذه الفكرة، يعني بقول القدماء، لأن كون الأرض مسطحة هذا قول واضح البطلان. وبناء على تصوره
لحركة الأجرام السماوية وحركة الأرض ككرة في الكون، استطاع أن يقيس بانكسار الظل، ظل جبل مع أستاذه، قطر الأرض بدقة عالية جدا لا تختلف كثيرا عما وصلنا أو نعرفه الآن. البيروني هو اللي كتب الجماهر في معرفة الجواهر، ويقال المتخصصين يعني إن ده أدق كتاب في الفيزياء القديمة، وانسرب إلى كل لغات الدنيا، وهو الذي كتب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. يعني ليس لأنه عالم كبير فهو لن يحدث إلا العلماء من، لا، وينزل ويحرص على ما يسمى اليوم تبسيط العلوم، فيكتب التفهيم، يعني بالراحة كده، لأوائل بدايات المقدمات صناعة التنجيم. والتنجيم يعني علم الفلك على فكرة، عشان ما تنخدعوش، عندما تجدوها في الكتب القديمة فالمراد بها يعني كان في حاجة اسمها استرونومي وحاجة اسمها استرولوجي. الاسترولوجي أو الحاجات الخفية دي هي اللي احنا فاهمينها دلوقتي من كلمة التنجيم، إنما الاسترونومي ده اللي بنقول عليه الفلك. بس حتى عصر البيروني كان كلمة التنجيم أو صناعة التنجيم تعني الاسطرلابات بقى الفلكية وقياسات حركة الكواكب، أو في القياس ده بيسموه الزيج والأزياج دي اللي هي بتضبط الأزمنة والمسافات. وعنده كتاب كمان عنوانه جميل جدا عن تعديل تصحيح الزمن لضبط المكان، وهي فيما أظن أول مرة كان يحصل ربط بين المكان والزمان في الفيزياء القديمة أو علم الطبيعة القديم. طبعا تحقيق ما للهند من مقبولة في العقل أو مرزولة، الآثار الباقية عن القرون الخالية، كتاب الصيدنة، وهو قصد أن يجعله الصيدنة بالنون. ليه يا بيروني؟ قال عشان الكلمة دي أصلها هندي، بس احنا نستعمل يعني الأصح استعماله دلوقتي نقول صيدلي وصيدلية وصيدلاني، ده أقرب للعربية. إنما هو استعمل الكلمة المشتقة من علم العقاقير أو الفارماكولوجي الهندي. هذا العلم توقف مداه، متى توقف مداه؟ لم يتوقف حتى الآن. إذن عندما نقول الخالدون فينبغي أن يكون في ذهننا على هذا الحكم أمثال البيروني وأمثال ابن سينا. طب من كان معاصر البيروني من الحكام؟ رجل يسمى أو يلقب، واحد من الشباب ابتسم الناحية اليمين دي، تقريبا هو قرأ فردقان فعرف رأيي أو معرفش سمعني قبل كده بتكلم في الحكاية دي. محمود ابن سبك تكين الغزنوي. أنا طبعا مش عايز أقول بقى مفردات، يعني يرجعوا الإعلام يلتقطها ويقولوا مش عارف إيه بس يعني ده بقى إيه؟ ناصر السنة وقامع البدعة، ماشي. ده يمين الدولة، ماشي. ده كلام بقى جامد جدا، ما دي أحكام.
طيب ننظر فيه نجد ان هذا الرجل قتل بحسب كلامه هو والتقارير اللي كان بيبعتها للخليفة العباسي 1000 واحد في الهند. الهنود بقى بيقولوا لا، ده ال1000 دول مر في وقعة واحدة بس، اللي هي معبد سونماث. كان معبد كبير قوي هو كان كل سنة ياخد جيوشه ويطلع ينهب المعابد. فسونماث ده كان مليان ذهب، فراحوا الهنود ما عندهمش جيش، القبائل كده، فراحوا يدافعوا بأجسادهم. فعلى نهر اليانج كان يذبح ويرمي، وهو كاتب للخليفة، الكاتب بتاعه كاتب للخليفة، هو باصم والرسالة موجودة، بيقول له فيها ان انا قتلت منهم 1000. الهنود بيقولوا لا والله ده هم 5 مليون. تقول لي نصر السنة، تقول لي قمع البدعة. طيب محمود الغزنوي ده هو اللي لما اقتحم جرجانية خوارزم قال كل المعتزلة والمش عارف والايه والعلماء يعدمهم، ووقفهم طابور يطلعوا تتضرب اعناقهم. مين في الطابور ده؟ ابو الريحان البيروني. فواحد من امراء الدولة الغزنوية بتاعت محمود الغزنوي ده همس له كده، قال له على فكرة الراجل اللي هناك ده شاطر قوي في التنجيم. هو عشان حمار البعيد فهم ان التنجيم يعني يشوف البخت. ما اصل ده درس فين يعني؟ ما هو ده واحد من هو صغير ابن قتله، وطبعا ما لبست دولته برضو انها انزاحت بالقتل والعنف ده، ما عمرتش كتير يعني، ومؤمن بالخرافات. قال له بلاش تموته. وبعدين ده عامل كتاب عن الهند، وانت كل سنة بتروح ما شاء الله تنهب الهند يعني. قال طب خلاص طلعوه، وراح حطه في السجن في غزنة. وبعد حوالي ما اعرفش سنة ونص او سنتين طلعه وخلاه عايز يعمل حاشية كده في قصره، زي ما كان مأمون ابن المأمون عامل في جرجانية خوارزم. كان بقى جامع ابن سينا ومسكوي وعبد الصمد ابن عبد الصمد والبيروني وناس كتير قوي، وابو سهل المسيحي الطبيب الجميل ده بتاع غنى ومنى، كتاب في الطب يعني. فهو بقى عايز يبقى وبيسمع ان الامراء البويهيين عندهم في قصورهم مجالس علمية وبتاع. ففي غزنة بقى في أفغانستان عايز يعمل كده، فطبعا ما حدش اجتمع. بس البيروني عاش هناك وعاش كتير، وأهدى كتاب له في الفلك والرياضيات، كتاب القانون المسعودي لمسعود ابن محمود ابن سبك تكين الغزنوي. فهذا الغزنوي اللي الناهب القاتل كان أشهر شاذ جنسيا في تاريخ الإسلام. كيف؟ كتير من الخلفاء والأمراء والبتاع كان لديهم يعني ميول جنسية منحرفة ليكن، إنما محمود الغزنوي، وتستطيعوا أن يعني تتأكدوا من ذلك في الكتب من المصادر التاريخية يعني، كان لديه شابا يعشقه اسمه إياز، فكان عامل له كأنه زوجة في قصره. يعني ابن محمود الغزنوي في رواية مشهورة بيتحدث عن إياز باعتباره واحد من أفراد أسرتنا يعني. وأغلب الظن أن محمود الغزنوي هذا وإياز مات بسبب أحد الأمراض السرية التي أصيب فيها معا. يعني هذا محمود الغزنوي وهذا البيروني متعاصرين من الذي أعليناه؟ ناصر السنة وقمع البدعة.
هل يوجد في أي مقرر دراسي عربي للمراحل الابتدائية أو الثانوية نصوص للبيروني؟ يبقى كيف نحكم؟ نحن في حالة خلط، لا نعرف من هم العلامات الحقيقية في تراثنا وننتظر أن نتقدم. لأنه أهمية البيروني وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم وابن البناء المراكشي كيف كانوا يفكرون. مش مسألة ان ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية، انه الرازي فرق بين الجدري والحصبة، ان الاكتشافات دي تأتي في طريق السعي المعرفي، انما جوهر المعرفة هو المنهج. شوفوا، دي عبارة لابن الهيثم. ابن الهيثم طبعا ده مؤسس علم كامل، وطلعوا عينه برضه، واضطر ادعاء الجنون، وانا عارفين كاتب عنه روايه، بس يعني ان شاء الله تطبع بشكل كويس، اسمها حاكم. المهم، كتابه اللي بيأسس فيه علم كامل بيقول ايه في مقدمته؟ ده النص اللي انا بقول لازم يبقى مقرر دراسي، وبقالي يمكن 20 سنه بقول نفس الكلام. نبتدئ البحث، يعني لما نيجي نشتغل في العلم وفي مجال الإبصار أو اللي هيسموه دلوقتي الأوبتكس، يعني نبتدئ البحث باستقراء الموجودات، يعني نشوف وتصفح أحوال المبصرات، ونحدد بالاستقراء ما يصلح منها للبحث. مش نحدد بالاستنباط، لا، بالاستقراء. يعني زي ما بيقول المنهج التجريبي بالظبط عند فرانسيس بيكون، ان احنا نحدد موضوعات دراستنا مش بناء على تصورات ذهنية، لا، على بناء على ما هو في الواقع فعلا، وما هو مضطرد، بقية عبارة ابن الهيثم، وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. ما هو عايز يضبط كيف يتم الإبصار. ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب، ومع انتقاد المقدمات. يعني لازم نعيد نظر. عشان كده امبارح ولا اول امبارح كنت بقول لكم لابد من اعاده النظر في المفاهيم الكبرى. ما دي المقدمات بتاعت التفكير. ما هو لو فضلنا او ظللنا لا نراجع هذه التصورات سوف تتكرر الاخطاء الى ما لا نهايه. هذا كلام ابن الهيثم من 1000 سنه. مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء. مش مثلا لا ما أرسطو قال كده فخلاص يبقى ناخد، لا، ماشي، أرسطو على عنا وراسنا وكل في زمانهم يعني، بس خليها على جنب لحد ما نبحث النقطة دي ونشوف. فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يسلج الصدر. هذه العبارة وغيرها من فصوص النصوص التي صاغها لنا قبل مئات السنين حكماء هي التي ينبغي أن يكون حكمنا عليهم بالتقدير والحفاوة والاحتفاء، ليس قطز وبيبرس وصلاح الدين ومحمود الغزنوي السفاحين. لأنك لو وضعت أمام الأجيال في توالدها هذه الصورة، صورة طارق بن زياد هي
الحسان بنات اليونان، يلا ما فيش ولا كلمة عن لا إله إلا الله ولا نشر الإسلام. ده هناكل ونشرب وبنات اليونان. ولا التاني اللي بيقتل هو بيقول مليون مسكين، مليون بس، هما بيقولوا 5. ولحد دلوقتي الهنود يكرهوا المسلمين، الهندوس، واحنا نقول هم ليه واخدين مننا الموقف العدائي ده؟ ايوه يا عمي، عشان في غلب موروث هم بيدرسوه، ده تاريخهم. ومأساة معبد ثونماس دي انا ما قدرتش اخوض فيها، ده حاجه يعني. النهر اليانج ده قعد مش عارف 2-3 لونه احمر، ايه ده؟ وبعدين ده اللي احنا نحتفل بيه؟ طبيعي تطلع من عندنا داعش. ما انت بتقول للعيال الصغيره ان نصر السنه وقمع البدعه، اللهم صل، يعني صلاه النبي عليه، ده مجرم. قس على هذا بقى صقر قريش، عبد الرحمن الداخل، اكتر واحد متخصص في الحضاره الاندلسيه اعرفه يعني، بعد الدكتور محمد عبد الله عنان كان الدكتور محمود علي مكي. واستضفته لعمل موجز لتاريخ الأندلس عبر مجموعة محاضرات، والتزمت، كنت أدير اللقاءات يعني، والتزمت طول فترة الجلسات دي بالصمت على أمل أني سأناقشه في نهاية الأمر. في آخر يوم بعد ما خلص قلت له أنا شايف أنه عبد الرحمن الداخل طبعا مأزوم وهربان طبعا من عسف شديد، واخوه اتقتل قدامه، ماشي كل ده، وعبر الى الاندلس. ما قتلش بقى لا قوط ولا وندال ولا مسيحيين، ده قتل مسلمين عرب بقى وامازيغ. عدتهم في دراسه اللي اسمها الافق الاندلسي 100 بحسب المذكور في مصادره هو 124,000 بني آدم مسلم سني. فقلت له ده مجرم. قال لي لا، أصل دي طبيعة العصر، ودي برضه حجة بيوقفونا بيها المخدوعين أو الخبثاء عن إصدار الأحكام. يقول لك لا تنسى أن هذه طبيعة العصر. طب يا سيدي، ما هو عصر الغزنوي هو عصر البيروني، وابن سينا ده اللي كان بيجيب العبيد يشتريهم ويعتقهم، ما هو معاصر برضه. وصلاح الدين الناصر ده، الناصر للخليفة الفاطمي، كان معاصر للسهروردي الشيخ الإشراقي. وفي نفس العصر كان جلال الدين الرومي بقى وابن عربي. فاشمعنى يعني بناخد ده هو ده طبيعة العصر ودول مش طبيعة ده؟ دول اللي أثرهم ممتد في الإنسانية وفي مجتمعهم أكتر. إذن لو لم نمتلك القدرة النقدية على إصدار أحكام صائبة بشأن تاريخنا فلن نرى الواقع. وإذا لم نعرف المعيار الذي به نحكم على الشخصيات التاريخية، وهو على كل حال معيار بسيط، الحكيم ننظر في منهجه وإبداعاته العلمية وأثره بعد وفاته. الحاكم ننظر في اللحظة التي تولى فيها إلى اللحظة التي تخلى فيها أو قتل أو مات أو وما حدث فيها، فإن كانت ويلات وقتل وتخريب فهذا لا يستحق أي تقدير. لكننا نفعل العكس ونشوش على الوقائع التاريخية لنعجز أصلا عن إصدار الأحكام. يعني نحن في مصر وما شرقها من بلاد العرب لم نسمع أبدا عن الكاهنة دهية. عارفين
إنه الفتوح خرجت بعد فتح الإسكندرية الثاني إلى برقة أو المدن الخمس الغربية على يد عمرو بن العاص، وباع الأطفال لسداد الجزية، ودي مسألة أنا مش مسامحه عليها يعني. وبعدين جه حسان بن النعمان وتحارب مع، انتوا أكيد درستوا الكلام ده عشان ده تاريخ المغرب، كسيلة اللي هو أكسيلة يعني. فلما قتله المسلمون قامت دهية الملقبة في المصادر العربية بالكاهنة، وهو لقب غير بريء، والمشهور عنها أنها كانت يهودية، وهذا قول غير صحيح. ليه؟ اليهودية صحيح أنها فرت إلى ساحل أفريقيا ووصلت المغرب، ولكن بعد المقتلة الكبرى التي حدثت سنة 628 في فلسطين والشام بعد رجوع صليب الصليبوت، هذه قصة طويلة. إنما يعني المسيحيين قاموا، ما هو فكرة الردة الناس فاكراها مفهوم إسلامي، لا، ده هو بدأ من المسيحية. لا، لما جم قالوا لهرقل دلوقتي اليهودية كانت ديانة صحيحة طبعا وكل حاجة لحد ما المسيح ظهر، فما فيش معنى ان يبقى في دلوقتي حد يهودي. طب عايزين ايه يا قساوسة؟ عايزين يا يدخل المسيحية يا يموت. فهرب جماعات، وكانت مقتلة عظيمة يعني اتكلم عنها كتير من المؤرخين. فهرب جماعات يهودية كبيرة، بعضها استقر في الجبل الأخضر في ليبيا، وبعضها في تونس، وبعضها وصل إلى حواف المغرب، وبعضها عبر إلى الأندلس. في هذا السياق التاريخي لم تكن اليهودية قد دخلت إلى منطقة أوراس ولا الصحراء، إنما الشاهد من الشواهد التاريخية والواضح أن هذه المرأة قامت بتوحيد لأول مرة كل القبائل الأمازيغية تحت راية واحدة. هزمت بهذه الراية قبل المسلمين الروم، فلقبت بالكاهنة. الكاهنة عند المسلمين طبعا وفي النصوص العربية، الكاهنة تحيل إلى العقيدة والديانة، بحيث يكون في إشارة إلى أن هؤلاء مسلمين وهذه وثنية. ثم في مستوى آخر اتهمها باليهودية، مع أن الديانة اليهودية لم تكن متوغلة يعني في القبائل دي، ولا تسمح أصلا بولاية المرأة. ثم يضعون الكلام في شكل أسطوري، فإنها تولت وهي في 95 من عمرها، وكانت فارسة تركب الخيل وتدور على القبائل، ووحدت سنهاجة بقى ولواتا والقبائل اللي كانت. ازاي يا عم؟ فهنا نضع الكاهنة دي بين قوسين، لأن المادة المتوفرة عنها غير مقنعة وغير كافية، ولا نصدر حكما، ونصدر حكما بحقارة السفاحين الذين عربدوا في تاريخنا وقتلوا الناس ليحكموا. ونمجد ونحترم المفكرين والعلماء والحكماء الذين أضافوا إلى زمانهم وإلى الإنسانية. بهذا الحكم يمكن أن تتطور العقلية الجمعية للعرب أو من يقرؤون يعني بالعربية، وبغير ذلك نحن نضيع وقتنا سدى. كفاية كده ولا إيه؟
شكرا. هتعمل